السفاح استحل دماءنا واستحل أعراضنا وحول مصر كلها إلى سجن، وعاملنا أسوأ من معاملة سكان المستعمرات. أنا كنت أشاهد قناة القدس، وجدت خبرا تأملوه معي. اعتصم ناس بالمسجد الأقصى، رابطوا بالمسجد الأقصى، فأرسلت القوات الإسرائيلية تطالب بإرسال القوات الخاصة. القوات الخاصة بقى اللي جاية دي هتعمل إيه؟ القوات الخاصة دي يا جماعة ضربتهم بالقنابل المسيلة للدموع وبغاز الفلفل، واشتبكت معهم بالأيدي. خلي بالك، إسرائيل مع الناس المسلمين اللي هناك، إسرائيل اليهود مع الناس المسلمين ضربوهم بقنابل الغاز وبقنابل المسيلة للدموع وبغاز الفلفل، وتشابكوا معهم بالأيدي. قلت لا إله إلا الله. ثم وجدت رجلا سيناويا فعلا يقول يا جماعة احنا ما كنا تبع الاحتلال الإسرائيلي كانوا بيضربوا لكن احنا ما كانش لنا دعوة، ازاي يعملوا معانا كده؟ يعني إذا يريد أن يقول هذا المعنى، ان احنا كنا بنعامل ونحن من سكان المستعمرات معاملة أحسن من التي نعاملها من عبد الفتاح السيسي الذي قال إن الشعب لم يجد من يحن عليه. هل عرفتم حنان السيسي؟ هل عرفتم حنانه؟ هذا هو حنانه. القوات الإسرائيلية، الحكومة الإسرائيلية تصدر قرارا بإبعاد الشيخ رائد صلاح من القدس لمدة 180 يوما، 6 شهور. لجأ للمحكمة الإسرائيلية، محكمة إسرائيل مش للقضاء الشامخ، لجأ للمحكمة الإسرائيلية فألغت هذا القرار، أبطلته، ورجع إلى القدس. شفتم بقى الفرق بين القضاء الشامخ والقضاء اليهودي؟ الفرق بين وزير الدفاع المصري ووزير الدفاع اليهودي؟ شايف الطريقة عاملة ازاي؟ شايف الأشجار والنباتات بتجرف، كلها أموال مسلمين ودماء مسلمين وأعراض مسلمين. كل ده استحله قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي. أنتم